تقدر حضرتك تقول لي كم مرحلة مثلا العميل بيحتاجها علشان يوصل للي هو عايزه؟ بيبدأ بمرحلة ايه ومرحلة ايه ومرحلة ايه؟ عامة احنا بنبدأ مع العميل في جميع المراحل بتاعته، وهو بيبدأ يشوف شغله كله من أول مرحلة الخامات لحد مرحلة التشطيب النهائية اللي احنا بنسلمها للعميل في قلب شقته أو في قلب موقعه علشان يستلم شغله بالشكل المطلوب. جميل. علشان يستلم شغله بالشكل المطلوب. طبعا أي تعديلات أو أي حاجة في الشكل احنا هنا في الورشة يعني بنحاول نرضي العميل في الشكل المطلوب منه، أو مثلا هو طالب تعديل معين، شكل معين هو حابب يعمله، احنا بنقدر هنا نصمم وننفذ ونعمل الشغل اللي مطلوب مننا. وعلى حسب برضه الخامات، لان الخامات طبعا في شغل CNC بنقدر نشكل الاشكال اللي احنا عايزينها. طبعا بالنسبه للشغل الراوتر والشغل الاستانلسات والشغل الحاجات اللي هي الشغل المودرن والشغل الكلاسيك، في شغل بيبقى في شغل داخل فيه قطعات الومنيوم، في شغل بيبقى داخل فيه ازاز شفاف، في حاجات بيبقى داخل فيها ازاز مرايه. احنا بنبدا نشكل مع العميل الشكل المرضي اللي هو بيكون شايفه نتيجه نهائيه لتسليم الشغل بتاعه. تمام، الله ينور. تقدر حضرتك تقول لي مثلا ايه الحاجات اللي ممكن انا كعميل اطلبها زياده او تعديلات زياده ممكن تخش لي في مراحل اكتر، يحتاج هو ايه مثلا، لا مش عاجبه، لا عايز يغير؟ تقدر انت تقول لي مثلا بتتعامل مع النقطه دي ازاي؟ لا، هو كل عميل طبعا هو بيجي بالتصميم، فاحنا بنقعد مع بعضينا الاول نحدد هو قبل ما يشتغل ماشي ان احنا هو عايز ايه بالظبط، وبناء على كده فاحنا بنحدد ونبدا نشتغل. فاحنا لو في تعديل في اي حاجه تاني بعد كده فاحنا بنقدر نعدلها مع بعضينا. فكل حاجه بيجي العميل مثلا خلصنا الفينش الاول ماشي، فبنيجي يبص على الحاجه اللي خلصت اللي هي اتشطبت، فبنبدا نشوف لو هو عنده تعديل فبنقدر نعدلها مع بعض. كمان بينزل الشغل مرحله تانية في الدهان، بيبدا برضه بيجي يبص عليه لو في اي حاجه في الدهان عايز يعدلها مع الاستورجي، فبيبدا برضه يشوف الاستورجي عايز بنبدا نرتب مع بعضنا مع بعضنا مرحله. فاحنا بنشتغل مع العميل هي مرحله. يعني العميل ما بيجيش مره واحده بس وبعد كده بنروح نسلم له هناك في المكان بتاعه، لا احنا العميل بيجي لنا هنا مرحله، يعني بتاع مرحلتين او 3 لغايه ما يستلم شغله، وبيستلم شغله من المكان هنا برضه لغايه ما احنا نسلمه له. والله ينور. طب حضرتك تقدر تعرض لنا ايه مثلا هنا بالشغل بتاعك، نبص عليه ونوريه للمشاهدين بتوعنا؟ احنا عندنا الشغل هنا في الورشه كله يعني بفضل الله كله، يعني شغلنا كله قايم على الشغل CNC وشغل الاستانلسات بيبقى داخل فيه قطعات الازاز. احنا في ممكن شغل نستبدل فيه قطعات الازاز، قطعات الالومنيوم الازاز بنعمل بدالها خشب، بتكون امن وامتن من شغل الالومنيوم. طبعا انا مش بقلل من الخامه او من الالومنيوم نفسها، لا انا يعني ايه كمرحله ان العميل هو بيحب ايه، يعني انا بحاول اوفر للعميل الشيء اللي هو معاه بالظبط، لان انا برضه بحاول اظبط له الشغل اللي هو عاوزه في خلال الرينج بتاعه هو. جميل. لان يعني مثلا ممكن تكون الالومنيوم تكلفتها اعلى، لا فانا ممكن اعملها لك في حاجه اقل بس في نفس الوقت برضه جودتها نفس جوده الالومنيوم بشكل افضل. طيب دلوقتي احنا مع العميل هنا وصلنا لايه؟ بالنسبه للعميل اللي هنا انا يعتبر في المرحله اللي هي قبل النهائيه للتشطيب، فبيبدا العميل بيجي لي هو الباشمهندس اللي بيكون محدد معاه الديزاين او الشكل اللي هو بيكون مختار من خلال المكتب، او الباشمهندس اللي بيبقى موجود. بنبدا نيجي نشوف الخامه في المرحله اللي هي قبل الاخيره قبل تشطيب، علشان يخش بعد كده الدهانات. لو في اي تعديلات انا ببدا اعدل له الشيء اللي هو بيكون محتاجه بالنسبه للشكل النهائي، لان بعد بخلص الشكل النهائي بتاعي ببدا بعد كده اسلم الاستورجي علشان يبدا يخش في مرحله الدهانات بتاعته، علشان نحدد الالوان ودرجه الالوان اللي هو بيكون محتاجها. تمام، يعني دي هنا كده المرحله اللي قبل الاخيره، دي المرحله اللي قبل اللي الاخيره هيبص بالنسبة عليها لشغل النجاره، اللي هيبص عليها على الديزاين والشغل الاخير قبل الدهان. قبل الدهان لو في اي تعديلات انا بقدر اعدلها له من خلال الفينش اللي قبل النهائي. احنا قبل ما بنوصل للمرحله اللي قبل الاخيره بيحضر العميل مع الباشمهندس يتفرج على الشغل بتاعه، يتفرج على الخامه اللي هو اختارها واللي حددها من خلال الرينج بتاعه، يبدا يتفرج على خامته، بيتفرج على شغله، بيبدا يتفرج على الدواخل بالنسبه للشغل والكونتر والحاجه اللي احنا اتفقنا عليها هو الشغل المطلوب. تمام بنبدا نفنش الفينش النهائي اللي هو مرحله بقى النظافه والصنفره والشغل التسليم اللي هو بيكون قبل الدهان.
عشان نبدا نسلم الستورج يبدا يشتغل في المرحله بتاعته اللي اداها لي. تمام، الله ينور.